تاج يوسف فيصل. عمرو بن الخطاب رضي الله عنه هو واحد ممن أبرز القادة في تاريخ الإسلام، وله كثير من المواقف التي تعكس حكمته وشجاعته. موقف العدل. كان عمرو بن الخطاب يشتهر بإنصافه وعدله. يروى أنه كان في أحد الأيام يمشي في الأسواق، فسمع امرأة تتحدث عن أحد الولاة الذي كان يظلم الناس، فقرر أن يتحقق من الأمر بنفسه. ذهب إلى بيت الوالي وسأله عن ما قيل، وعندما تأكد من صحة الشكوى قام بعزله على الفور، وقال: أينما كان الظلم فلن أسمح له أن يستمر. موقف التواضع. حدث أن جاء إليه أحد الصحابة وكان يحمل ابنه، فقال له: يا أمير المؤمنين، هذا ابني أريد أن تضع له شيئا من العطاء. ابتسم عمرو وأخذ الطفل بين يديه وقال: إنما العطاء من خزان الله، وأنا مجرد وكيل. ثم أمر أن يعطى الطفل شيئا من المال، لكن الشيء الأهم كان تواضعه واعترافه أن العطاء بيد الله. موقف الحكمة. في أحد الأيام كان هناك خلاف بين المسلمين في المدينة حول مسألة معينة. اجتمع الصحابة واحتدم النقاش. عندها قام عمرو بن الخطاب بتوجيه الكلام لهم، وقال: يا قوم، اختلافكم لا يرجعكم إلى الوراء، بل يجب أن نتحد ونتعاون لنمضي إلى الأمام. وبفضل حكمته تم التوصل إلى حل يرضي الجميع. تعكس هذه المواقف غيره في حياة عمرو بن الخطاب، ما يجسد روحه القيادية والتزامه بالقيم الإسلامية.